يلا بينا نعمل مع بعض احلى صينيه بطاطس ني في ني بالفراخ، ما تاخدش معانا وقت، تتحضر في 10 دقايق تكون في الفرن معانا وجاهزه. قبل ما نبدا تنسوش تعملوا لايك واعملوا كومنتات، صلوا فيه على النبي. طبعا الفراخ بتاعتنا احنا متعودين بننقعها في محلول، اللي هو المحلول النقع بتاعها اللي احنا عملناه معاكم كتير. وبعد ما بنشيلها من المحلول النقع وبنغسلها، بنبدا ننغز الفراخ كده علشان ندخل فيها الخلطه. ماما طبعا عملتها معاكم كذا مره برضو. جبنا بقى في اطباق، جبنا هنا طماطمتين مقطعينهم وبصلتين كمان مقطعينهم زي الجوليان كده شرايح، وجبنا بطاطسيتين بقى كميه البطاطس اللي احنا عايزينها العاديه. جبنا بقى صينيه وهنحط عليها البصل وهنحط شويه ملح وشويه فلفل اسود، وهنقعد نقلبهم في بعض كده، يعني نقلب كل ده في بعضه اهو كده. شويه ملح وشويه فلفل اسود وشويه بهارات، تقلبوا كله في بعضه، والبصل معانا كده يبقى جاهز. ونشوف بقى الخطوه اللي بعدها. اهي كده حطت الملح ودي الفلفل الاسود، وهتحط البهارات دلوقتي. الملح والفلفل والبهارات دول توابل ثابته معانا في اي حاجه، اساسيات. اهي كده اهي، تقعد بقى تعمل بايديها عشان كده اهو. كنا مستعجلين قبل المغرب بساعة. بالظبط كده. يعني مستعجلين. تنجدكوا بصراحه، ما خدتش وقت خالص. هنقعد بقى نقلبها بايدينا كده اهو عشان كله يتقلب مع بعض. وبعد كده هننزل مع بعض بالطماطم، برضه هنقلبها في بعض كده اهو. وهنقطع قرن فلفل سبايسي. حسب الرغبة. طبعا كنت لسه اقول لمست الكل الله، مش عايزين تقطعوا فلفل سبايسي ما تقطعوش عادي. اهي كده. يبقى البصلايه دعكناها حبه بالفلفل الاسود والملح والبهارات، ونزلنا عليهم بالطماطم والفلفل وقلبناهم في بعض. برضه هننزل بقى بالفراخ. هنفضل بقى نقلب الفراخ وندخل. بصوا هي بتعمل الخلطه ازاي، بتدخلها كده في قلب الفراخ من جوه اهي. بتشرب الفراخ منها وبتحط في اللي هي الحاجات اللي هي نغزتها دي كده اهو. بتخلي الفرخه تبقى كده معموله في قلب الخلطه. غليلة. متوغلة، ايوه انا عايزة اوصل لدي. تتوغل كده في قلب الخلطة، او الخلطة اللي تتوغل فيها، ما علينا. وتبدأ كده تطلع بقى الفراخ منها، وهتنزل بالبطاطس بعد ما تبلت الفراخ في الكلام ده كله. شالتها بقى وهتنزل بالبطاطس. كمية البطاطس بقى اللي انتوا عايزينها واللي انتوا عملتوها مغسولة كويس، ويعني تمام جاهزة على التتبيل. هنقلبها كده برضو، هنقعد نقلبها في الخلطة برضو كده. ما بتاخدش وقت بقى الطريقة دي ابدا ابدا ابدا. كده اهو نبدأ بقى نحط الفراخ. نرص بقى الفراخ كده فوق فوق الوش بالشكل ده كده. رصها كده اهو. وهتعمل بقى زي صوص كده ولا صلصة من الفوق كده، انتوا هتشوفوها دلوقتي. سيبكم من شرحي سيبكم من شرحي. هنا حطت شوية صلصة وعليها شوية فلفل اسود، وهتبدأ بقى تحط شوية زيت وهتقلبهم، وهتبدأ تدهن بيهم الفراخ اهي كده. تقلبهم وتبدأ بقى تدهن بيهم الفراخ كده اهو اهي. تدخل بقى الفرن وتطلع معاكم احلى صينيه بطاطس. بصوا عماله الكاميرا تقرب ازاي، بصوا تدخل في قلب الفرخه من جوه. ما شاء الله. طريقه سهله جدا وحلوه قوي، وما بتاخدش وقت، ويعني بتنجزكوا في اي، يعني احنا ده نجزتنا قبل المغرب، تنجزكوا في يعني في الوقت الضيق. هنا بقى بعد ما طلعت، بصوا ما شاء الله متحمره ازاي الفراخ، تحفه تحفه بجد، طعمها تحفه ومستويه، سواها كويس جدا، والبطاطس برضو مستويه حلوة قوي. بصوا هنا بتوريكم بقى سوا الفراخ، فجميلة قوي، كطريقتها حلوة والنتيجة تحفة. طبعا بقى جنبها شوية رز وشوية مثلا ملوخية وشوية لسان عصفور، هي لوحدها فل قوي. بصوا القمر بقى. هنا احنا عملنا جنبها شوية سلطة كمان، جنبها سلطة، فيعني كله شغال.
وبس يا جماعه كده الفيديو بتاعنا خلص. وما تنسوش تعملوا لايك واعملوا اشتراك في القناه وعلى زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وروحوا تابعوني في صفحتي على الفيسبوك.